السلام عليكم، شلونكم بنات؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم جدكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم تستفادون من عنده. لا تنسون الصلاة على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. ويلا نبدأ الفيديو. طبعا الفيديو اليوم الخياط مالت الفصال اللي فصلته وياكم قبل فترة. الموديل هو فستان تقدرين انت تتحكمين بيه، تريدين تفصليه على قماش حلو كفستان، تريدين تفصليه على قماش عادي كدشداشة بالبيت. هنا تحتاجين اول شي عندك دجة تقريبا 15 سنتيم اللي هي تتخلى بالكتف. تمام. نبتدي الفيديو. صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. اول ما تطبقين الطبقة مالت الكتف اللي تكون يعني هي مثل الخبنة على مود تصير بيها اللاستيكة. تطبقيها على قد عرض اللاستيكة. انا هنا اللاستيكة عندي اللي تقريبا 3 سنتيمات العرض مالتها، فطبقتها على هذا الاساس. اما اذا كانت عندك ارفع او اعرض انت بعد تتحكمين بالطبقة. هنا انا طبقت الاسفل مالت الكتف، يعني الطبقة مالت الكتف مثل ما شفتوها فصلتها وياكم، انه اخلي نهاية القماش اللي هي نهاية الطول اخليها على الكتف على مود ما يحتاج اطبقها طبقتين وتصير يعني قماش هواية وشكل مو حلو ومرتب. تخليها هيك افضل. واذا مضطرة يعني انه القماش عندك ما يكفي عادي سويها طبقتين على ما انت ترتاحين يعني، والقماش ايش قد يكفي عندك. طبقتها مثل ما قلت لكم 3 سنتيمات على قد عرض الدجة. اللي ما شافت فيديو الفصال تلقاه بالقناة، اخر فيديو نزل قبل هذا موجود بالقناة. بنات ارجو منكم التفاعل على مود باقي البنات يشوفون الفيديو يستفادون من عنده. ابدي هنا انا فصلت خيطت العفو الردانات الكتف خيطته. اجيت هنا على الظهر. الظهر تنزلين هو بيه المسافة اللي عفناها تنزلين تخيطيها وبس. طبعا هنا البكرة عندي ظلت كل ساعة تقطع خيط بنات. يعني ما اعرف شنو سالفة الخيط، ما ظل نوعية خيط ما جبته وبعدي الماكينة تقطع خيط. ومن اسأل الوكيل اللي اخذت من عند الماكينة يقول لي السبب من الخيط. واكثر من مرة صور فيديو وسأله يعني تسوى اتصال فيديو ويا زوجي وشافوا يعني التنظيم مالت الخيط وقالوا انه ما بي شي. السبب من الخيط، والخيط بعد لحد الان يقطع ويشالع قلب. طبعا هنا الطبقة مالت الظهر تطبقيها مرتين على مود يعني اللي يتهزل. اكيد هذا الشي كلكم تعرفوه بس للمعلومات للمبتدئات يعني. ترجعين عليها يعني من فوق تخيطيها ومن جوا على مود انه يطلع الخياط عندك مسطرة. اذا تريدين خياط بدون مرتب بدون كوي تخيطين مثل ما دا اقول لك، تخيطين الكفة العادية وتخيطيها من الاسفل، تمشين عليها مسطرة تقريبا مليم وتمشين عليها تخيطيه لنهايته يصير عبالك مكوي، بالذات للأقمشة اللي ما تنصفط بالكوي وما تترتب. انصحكم بهاي الحركة كلش تفيدكم. طبعا هنا انا وياكم دا اجزء الاشياء اللي ممكن نخيطها، واللي يعني هو مراحل. اول ما تبدين بالردانات هذا الشيء طبيعي الكتف، لان الرياضي اول ما نبدي بالكتف مالت الردان وبعدين الظهر. وهسه عندي جاي اخيط الصدر حتى يعني يكون مراحل ما يصير تجين كيف تسوين. البطانة مالت الظهر عادي انا معلمتكم عليها قبل، انك تخلين وصلة عدلة من وجه الوصلة على وجه القماش، وتخيطين على يعني على طرف الدلعة، القصة مالت الدلعة، وبعدين تقصين القماش الزايد وترجعين تخبنيها للظهر وترجعين تخيطيها مثل ما انت تريدين. كالعادة يعني الخيط يقطع كل شوية، يقطع او يطفر او ما اعرف يعني يلتف، ما اعرف شنو، كل ساعة يصير بيفد شي جديد. هنا أنا يمكن عندي الماكوك خلاص، لا ما خلصان بس همين يقطع، ما اعرف ليش. صدق بنات اكو شو معلومة غريبة صارت عندي في هاي الحالة.
انه الماكوك عندي هم يقطع خيط. وقولوا لي اللي مشتريه هاي من هاي النوعيه مال الماكينه اللي هي البريشوز، هماتين تقطع خيط، ويعني هيك مملة بالخياط، لو بس عندي لو شنو السالفة. حتى أنا من النوع اللي يعني ما أضغط عليها، أنا لا أضغط عليها ولا أضغط على نفسي بالخياط، أنا أخيط على راحتي، اللي مزاج أخيط وما لي مزاج أخيط ما أخيط. أو طبعا بنات المعلومات إنه راح ترجع القناة مثل قبل كما كانت عليه، يعني إنه أنزل يومياتي وأنزل من ضمنها الخياط. فإن شاء الله بعد هذا الفيديو راح تنزل يوميات حياة، ومن ضمنها راح أنزل فصال وخياط على طلب البنات أكثرهم على الفيس، يعني على الفيس مال حياة. هواي طلبوا من عندي أنزل فيديوهات مو إلا مال خياط يومياتي، لأن يعني عندي بنات مشتركات وياي على مود اليوميات وهاي المعلومات والطبخ وهاي الأشياء، وأكو بنات مشتركات وياي على مود الخياط. فأني على مود لا أخسر مشاهدات، يعني لازم أرضي الطرفين. وبهيجي حالة أنا راضيتكم جاي أنزل لكم فصال وخياط على ما أنتم تريدوا. البنات هواي طلبوا من عندي رياضي وشلون يستفادون من الدلعة مالت الرياضي ويكبروها، نزلت لهم هذا الفيديو للمبتدئات، واللي طلبوا من عندي شلون يتحكمون بدلعة الرياضي. مثل ما قلت لكم بنات، التفاصيل مالت الفصال تلقوها بالفيديو اللي قبل هذا. هنا أنا خيطت مثل ما قلت لكم الدلعة مالت الرياضي اللي هي تقلبيها وبعدين تخيطيها على الجهة الثانية حتى تترتب عندك، وما يظل بيها قماش يطلع للصدر بالأمام. هنا أنا حرجع عليها همتين على طرف الدلعة وأخيطها بحيث تبين كأنه مكوية. تشوفون بنات هنا. وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية راح تسمعون أشياء حلوة. اللي يحب حياة إن شاء الله أكيد راح يفرح لي، أو الأغلبية يعني من المتابعين يحبون لي الخير ويتمنون لي الخير مثل ما أنا أتمنى الخير لكم كلكم يا رب، والرزق والصحة والعافية. وأريدكم تدعوا لي الله يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين. عندي عملية وكلش قلقانة وخايفة، رغم انه كل اللي حواليا يحاولون يطمنوني، بس يعني رهبة العملية اللي داخل عمليات تعرف شنو أنا دا أحكي. الرهبة مالت صالة العمليات كلش أخاف من عندها كلش، وأنا بطبعي أصلا جبانة من هاي الأشياء. فأريدكم تدعوا لي بنات، تدعوا لي تدعون لأمة محمد بجاه هذا الشهر الكريم يشفي كل مريض يا رب العالمين. وبعدها إن شاء الله راح أنزل لكم فيديوهات مفاجئة إلي ولكم فيديوهات كلش حلوة، وما راح أخرب المفاجأة وما راح أقول لكم أي شيء، بس تابعوا القناة، واللي ما مشترك يشترك بالقناة ويفعل زر الاشتراك على الكل على مود يوصله كل شيء جديد فيديو أنزله يجي إشعار. هنا أنا بديت أعبي الردان الكتف، أعبي اللاستيكة اللي هي يعني راح أخليها بكتف الردان على مود تلزم البدن كله. فلازم تكون التتشة تستعمليها نوعية زينة، خامة زينة، لأن هي راح تلزم لك الكتف والبدن مالت الدشداشة كله. طبعا كالعادة يعني احنا كنا الخياطات اغلبنا ذيش من ذيش، يعني اللي عندها هاي اللي تعبي اللاستيك انا اعبيها بالدنبوس، واذا ماكو دنبوس بالماشة مالت الشعر. اوكي، هنا انا حبدي اشكل الكتف الردان يعني والكتف ويا باقي البدن. بديت اول شي بالظهر، وبعدين ابدي افرها داير حبل. اهم شي تتاكدين من الجهات مالت القماش ما يصير عندك غلط، بالذات انه اكو اقمشه ما تعرفين وجهها من قفاها. هي هاي المشكله اللي بالرياضه، من تجين تخيطين ما تعرفين هذا الظهر وهذا الصدر. وهنا انا بديت اشكل الجهه الثانيه من الردان بالجهه الثانيه مالت الظهر. وهاي كل ما ابدي اخيط من جديد لازم ينقطع الخيط وارجع الفه من جديد. شوفوا الله يعني حيرني دا افر بالميزانية، ارخي اضبه، اريد من عنده اي شيء، اي ماكو نهائيا اي
تفاعل، ماكو اي تفاعل وياي. فمثل ما قلت لكم بنات، تبدين تشكلين من جهة الى جهة، يعني لحد ما تخلصين انه هن 4 مكانات تخيطين بيهن. طبعا اني اتمنى اصور لكم فيديو صوت وصورة، يعني حتى يكون الشرح واضح اكثر، بس المشكلة انه يعني الجهال ما يساعدون انه اقدر انزل فيديو صوت وصورة، ما حد يقعد ساكت. يعني انا هذا الفيديو تقريبا صار لي اسبوع من صورته او اكثر، وما اقدر اكو هدوء يعني على مود اقدر اسجل صوت. شوفوا بنات، هنا أنا شكلت هذه الجهة والصدر والظهر يعني، وكمل عندي. هذني المساطر اللي فصلتهن وياكم اللي راح اسويهن للكشكش مالت الشاكة. مثل هاي الجهة الثانية مثل ما سويت بهذاك الردان حسوي بهذا الردان هماتين، اعبيه واخلي الدنبوس بجهة يلزم ليها على مود ليه تفلت التتشة، والجهة الثانية اخلي الدواسة مالت الماكينة تلزمها. هاي المعلومة مفيدة لكم انتم المبتدئات، على مود يعني اللي تفلت عندك التتشة وظلين محتارة لا تقدرين تلزميها منها ولا تقدرين تلزميها منها. تخلين الدواسة تلزم جهة من التتشة، والجهة الثانية تخليها يعني لازمتها بالدنبوس. شوفوا شلون راح ألزمها بالدنبوس بحيث انه ما تتحرك، يعني اخيط براحتي واتحرك براحتي والتتشة تظل بمكانها. حارجع اخيطها بالبدن، وان شاء الله يا رب يكون الفيديو ممتع ومو ممل ومو طويل، بس على مود انه ما اقدر انزل فيديو خياط وفصال سوية لانه كلش دا يصير طويل، واكثر البنات دا يقولوا لي يعني ما نريده فصال وخياط سوية، فاني اتبع الاغلبية يعني. اما اذا صار عندي مثلا فصال قصير، يعني فيديو العفو قصير فصال وخياط، انزله عادي، بس اني على مودكم يعني حتى لا تملون من الفيديو، ولو اني ما ينمل مني مو صحيح. الجهة الثانية اللي الجهة اللي تخيطيها من الردان والكتف، قصي الزيادات على مود يصير عندك خياط نظيف. هو باعوا بنات انتم كمبتدئات انه لازم الفصال عندك والخياط من تفصلين بالمليم، لا تخلين زيادات هواي، لا تخلين هواي زيادات بالقماش. ومن تريدين تخيطين الخيط الزايد والقماش الزايد قصيه وذبيه على مود يصير عندك خياط نظيف ومرتب. طبعا انا خياطه بالفساتين مو مثل خياط بالدشاديش، يعني خياط الفساتين لازم يكون خياط كله دفن، فيعني له تكنيك اخر ذاك مثل ما يقولون. يعني اذا اريد اسوي فيديو بس الصدر شلون اقعده يراد لي ساعة، لان اني يعني عادة الفستان افصله ب3 ايام، يعني افصل واخيط وهيك اشياء. مثل ما قلت لكم انا ما اضغط على نفسي لان عندي بيت وجهال ومسؤولية، وما اقدر اظل ملتزمة بس اقعد على الماكينة وها هي. يعني عندي التزامات اخرى اقدر يعني ما اقدر ما اسويها، فلذلك اني قررت انه يعني بما انه البنات دا يقول لي ليش بطلتي تنزلين يوميات وليش بطلتي تنزلين الطبخ وهاي الاشياء، فقلت انزل وياكم فيديوهات من هيك نوع على مود الكل يستفاد والكل يتابعني، اللي يحب ام حياته ويحب يتابع يومياتها اتشرف بكم كلكم. ف هنا قام الماكوك يعني يتشلب بالخيط، ما اعرف شنو السبب، بس هي ما اعرف هي الماكينة اتركها يعني وارجع اخيط عليها، يعني تسوي عندي هيك مشاكل، ما اعرف شنو السبب. انه يعني هواي بيها عراقيل، رغم انه انا تعلمت عليها ويعني صارت كل شغلي بيها طبيعي عادي، ما عندي بيها اي اشكالات، يعني مو مثل قبل كنت كل شيء ما اعرف عنها، هسه لا يعني صارت عندي بيها خبرة. اما برمضان يعني سوت بيه العفو مو برمضان، قبل العيد اضحى، واخر قطعة اريد اخيطها، اخر فستان كان توقف الماكينة، وقفت يعني حتى قامت منها طب على بليك كهرباء تطلع لي احرف
قالت بعد هاي ما اشتغل. اني قلت خافت شي، انا ضغطت عليها هاي الفترة كلها يعني تشتغل ليل ونهار ويعني من هاي الاشياء، فكلش خفت. هنا هذا الطرف مالت الردان اني خيطته وياكم، فقلت لكم وقفت الماكينة رأسا. اني حاولت اني اشغلها ما عرفت لها، خابرت على الوكيل، اتصلنا بيه فيديو وتابع ويانا، دوسوا هيك شي، حركوا هاي الفيشة، فروا هاي اللي تفتر اللي بظهرها، ماكو فايدة. فطفيتها وعفتها يعني تبرد شوية. قال لي خاف زيتها قديم، قلت له انا ما اشتغل بيها من ادري، يعني عندي موسم خياط وما اشتغل بيها اذا ما ابدل لها الزيت مالتها. قال خاف الجهال يعني لاعبين بيها بالنظام، هي لان بيها يعني نظام الكتروني عقل يعني يقولون، فخاف يعني الجهال لعبوا بيها. قلت له ما اعرف، ما اتصور، لان يعني انا قاعده اشتغل بيها ووقفت. بس هي البنيه الله يسلمها يعني من نوع وهواسيه بشكل، فكلش خفت على الماكينه كلش، يعني فوق انه الخياط مالتها تعبني. يعني وقفت الماكينة وقهرت كلش، بس لا الحمد لله يعني ورا هيك ساعة هيك رجعنا شغلناها اشتغلت الحمد لله. كملت خياطها وانطيت هي، كانت هي اخر تسليم طلبية عندي، وسلمتها واجتني لقيتني قلبة بيوم عرفات، قلب البيت قلب. قاعدة انظف، قعدت شك وقلت لها والله عفت البيت بسبب الخياط، وبعد باكر عيد يعني ما بيها مجال، اني ما احس روحي معيدة اذا مو بيتي لهثي وجهالي. فسويت الحملة وخلصت وقضت على خير والحمد لله. جيت هنا دا اخيط ابتديت اخيط بعد ما خلصت الردانات وشكلتهم بالكتف وكل شيء طبيعي. ابتديت اشكل القطع اللي فصلتهم وياكم، اللي هي تقريبا كل قطعة صارت تقريبا 10 سنتيمات الى 8. بس انتباعي حسبي يعني بعد وراك خياط، مكان خياط تقريبا اصبع اللي هو سنتيم، وكفها ماتين سنتيم. حتكفيها بالباية، بغير الباية لا تحاولين تكفيها لان حتطلع نشاز بشكل. تكفيها بباية الكفة اللي هي 5، هسه حراويكم يمكن 4/2. اني عندي 4/2 وعندي الاصغر من عندها، وبس اريد هسه ادور اللي اكبر اللي هي تكون الكفة مالتها سنتيم. ف ان شاء الله من القاها اجيبها. حشكلهم وحدة بالثانية، اوصلهم وحدة بالثانية بحيث يعني تكون عندي شريط يعني كامل طويل حتى اقدر اتحكم بيه بالكسرات. طبعا هنا تقدرين تسوين الكسرات بالخيط، يعني تخلين الماكينة على رقم 5 وتخيطيها وتسحبين الخيط وتسوين انت الكسرات بايدك. تقدرين تسويها كشكش بالايد، يعني تعبعبيه وتخليه يجي على الماكينة وتخيط على الماكينة متكسر. تريدين تجيبين الباية وتخلصين، والله تجيبين الباية اني افضل، يعني انه هي الباية سعرها 3000 اذا ما قدرين تشترين العلبة الكاملة. ونصيحة لكم يعني من عندي لكم، انه لا تشترون العلبة الكاملة. حتقولوا لي ليش؟ انا اقول لكم ليش. انه اني من جبتها ما استعملتها، يعني انا جبتها العلبة مالت البايات ب30,000، ما استفاديت من عندها شيء. استفاديت من المالت الكفة الكبيرة، صغيرة ما استفاديت من عندها نهائيا لان ما تشتغل، يعني ما تكف، يعني كلش صغيرة كلش. هاي واحدة. 2 استفاديت من مالت الكشكش اللي هي صراحة اشتغل بها وياكم. فنصيحة انه تاخذون الاشياء تحتاجوها من عنده فقط، احسن ما تجيبون العلبة كلها ب30,000 وما تستعملوها بعدين. فهنا انا راح استعمل وياكم اللي هي مالت الكفة مثل ما تشوفوها. هاي الوسطانية، اكو اصغر منها واكو اكبر من عندها. طبعا هي ممكن ما بين الرقم بالكاميرا. فاللي حابة تجيبها تقول لي اريد الوسطانية، يعني القياس الوسطاني. هي بيها اكبر وبيها اصغر، فاللي تريد هيك كفة تاخذ الوسطانية، تريد اكبر تاخذ الاكبر من عندها. هاي الكفة مالتها تقريبا نص سنتيم، فاني راح اجيب اللي يكون سنتيم كامل، يعني سنتيم واحد، هذا نص. ف
يعني هي مكتوب عليها 1 ورقم 4، رقم 1 ورقم 4.4 هيك، يعني مثل 4.1. فحابدي اول بداية تقصين مثلث حتى تعبريها، وبعدين تبدين تخيطين. لازم تلزمين القماش من الطرف اذا كانت يعني القطعة صغيرة حتى لا تلتف عندك، مثل ما تشوفين هسه ال4 اصابع اني وين خالتهم، واجرها من الجهة الثانية على مود تجي كفة عدلة مرتبة. شوفوا شلون يعني مسطرة تجنن، كلش عجبتني بالكفة. ومالت الكشكش هماتين حلوة يعني مرتبة وسريعة بالشغل. لازم تقصين الزيادات حتى لا يصير عندك لان توقف ما تلف القماش، يعني الجوانب مالت القماش اذا تجين تخيطيها ما تخيطها، توقف بيها. فقصيها وساويها على مود تجي عندك خياط كامل وتصير مسطرة عندك مرتبة. هنا أنا راح اخيط فصلة كامل، يعني العفو خيطة كامل الكفة، واقص بالزيادات واكمل الاخير. بعدها راح اسوي الكشكش. بس اريد اقول لكم فد موضوع بنات، منو من عندكم يعني من تظل بقلق وتفكر تحلم، يعني تشوف احلام بها يعني مثل الرسالة، يعني تحس انه اكو رسالة تريد توصل لها عن طريق الحلم. وبعد ما تشوف هذا الحلم يعني انه هو حتى اذا يعني هو اكو احلام هي تفسر نفسها، واكو احلام تحسيها غريبة يعني، ومن تجين تفسريها تحسين قلبك يطمئن بعد. يعني اذا كان عندك شي خوف او قلق من شي وبعدها قلبك يطمئن. منو مثلي اني هيك بنات سبحان الله. دائما احلم من اظل قلقانة على شغلة وافكر بيها، اشوف بالحلم فد اشياء يعني لو تحذرني منها لو تطمني عليها. يعني اذا فلت عندك الخيط تقدرين ترجعيه عادي، بس يعني لازم تمشيها مسافة وترجعيها على مود يعني لان هي اكو بداخلها سيم، لازم يرجع بالكفة بداخل الكفة على مود ترجع تكف بصورة صحيحة. طبعا هو صار عندي زيادات، بس اني افضل ان الزيادة افضل من النقصان. يعني صار عندي تقريبا نص متر زيادة بهو هذا الكشكش. فبعد انتي تريدين تقيسين قيسي، ما تريد تقيسين وعندك قماش اشتغلي. طبعا هنا مثل ما قلت لكم الدشداشة كلفت 2.5 متر يعني قطعة. وبعد اكو فصالات يعني ببالي اسويهم، بس ان شاء الله بعد ما يعني اطلع من هاي الشدة اللي انا بيها. ادعولي بنات والله كلش خايفة. فان شاء الله ان شاء الله يعني ارجع اسوي لكم فيديو فصالات انتم طلبتوها من عندي، وفصالات يعني انا ببالي كلش عاجبتني، يعني موديلات هيك مبتكرة اريد اسويها. هنا انا حطلع بحيث شوفوا يعني انا طلعتها من العلبة وخليتها بهاي العلبة الصغيرة اللي انا استعملها باغراضي بالماكينة، اللي هي يصير امة سبرينج. اكو وحدة بدون سبرينج هي يصير هيك شكلها غريب، بس اللي بالسبرينج يعني اشوفها افضل، انه كل ما تضبين السبرينج كل ما يصير الكسرات اقوى. بس انتبهي انه هذه الباية بالفالينة تشق القماش، يعني كأنه تمزقة كأنه ما قاعد ما اعرف شنو هيك تفركها، ما اعرف شنو، ما اعرف ليش انه بالفالينة القماش الفالينة هاي الباية تمزقة. فاحذري منها ما تستعمليها نهائيا بالفالينة، لان يعني سويت بيها كسرات وبعدين تورطت انه شفت القماش قام يتمزق، ما انتبهت عليه بالبداية. بس بعدين من تعرفون الفالينة ثقيل، فباللبس من نزلت الفالينة القماش ثقيل ونزل فتشقق تمزق القماش، مو الخياط القماش تمزق. شوفوا بنات انا ليش احبها، انه هي سريعة جديات كلش سريعة، تقدرين انتي تمشيها، لان يعني اذا هي ما تمشي بصورة صحيحة تنطيها يعني قماش زايد حتى تسوي بيه كسرات زايدة. هاي اذا تزودين الكسرات. طبعا ورا ما تسوين تحطين الباية لازم تخلين الماكينة على رقم 5 أو 4. شوفوا ايش قد نهايتها، يعني الطفرة مالت الأوبرا ايش قد نهايتها عندكم، خلوها على آخر شي.
حتى تصير عندكم الكسرات اكثر. او هي اصلا ما تشتغل الا اذا تخليها على هيك كسرات. اذا تخليها على رقم 3 او 2 او 3.5 ما تشتغل، يعني ما تسوي كسرات، راح تظل يعني الماكينة تجر بالقماش بس كسرات ما تصير. اما اذا تزيدين القماش فتدفعين ويا الدواسة، تساعديها بحيث انه تسحب قماش اكثر. اما اذا ردتي يعني ما عندك امكانية تشترين هذين البايات تقدرين تسوين. انا عندي فيديوهات قبل انه شلون اسوي كسرات بدون باية. يعني اخلي الخيط على رقم 5، طفرة مالت الماكينة على رقم 5، وبعدين اسحب الخيط واسوي الكسرات على ما اني اريده، وهم كلش حلوة. بس انا قلت هو الوقت يعني يفرق الوقت عندك. اني احب الاشياء المستعجلة، يعني احب اشتغل سريع، ما احب. تشوفوا بنات هنا الكسرات شلون حلوة، وباع بترتيب مالت الكفة. اللي ما عندها هاي الدواسة ما انصحها تسوي كفة بايدها لان ما تطلع مرتبة. جربتها وما طلعت مرتبة، يعني ما تطلع مثل ما الشكل اللي قاعد تشوفوه انتو هسه. فهنا أنا بعد ما خلصت الكفات مالت الكشكش، هذا الخيط اللي هو بكرة التتشة راح اسوي بيهم الردان. راح اسوي الردان اللي هو الباف بالماكوك ابو التتشة، حتى يعني يكون يعني خفيف على الايد، ما يضب على الايد ويضايق باللبس. طبعا لازم ترجعين عليه مرتين اقل شيء، لانه وتخلين الماكينة على رقم 5 كذلك. انا هنا ليش خيطت رأسا الهاي وبعدها الردان؟ لانه انا اصلا مخليه الماكينة على رقم 5 وما احب اضل بيها كل ساعة. فيعني اخلي الشغلات اكملها شنو اللي عندي لازم اخيط على رقم 5 اخلصهم، يلا ارجع النوب انظمها على رقم 3 او 3.5 على مود اخيط الجوانب. ليش ترجعين عليها مرتين او 3؟ لان الخيط اللي هو هذا مالت البكرة التتشة يكون يعني كلش ضعيف، يعني مو قوي بحيث انه يعني اكثر من لبسه يستمر، لا يعني يجوز بالغسل يعني يتلف. فيعني الافضل انك تخيطين ترجعين عليها مرتين او 3، حتى اذا مو فوقه، يعني مو خياط فوق خياط، لا بين خياط وخياط خلي مليم واحد، يعني مسافة كلش صغيرة بين الاثنين حتى يكبسون بصورة صحيحة. مثل ما تشوفين هنا تقدرين تسحبيه هيك بايدك مثل ما انا دا اسحبه، يكون الكسرات بعد اقوى، يعني التتشة تشتغل بصورة صحيحة. الخيط وما ادراك ما الخيط، شلع قلبي كل ساعة ينقطع. فتحملوني يعني مثل ما انا ما متحملته انتم تحملوه، حتى انزل لكم فيديوهات حلوه. ما انتم تريدون فيديوهات مال خياط؟ ان شاء الله يا ربي اكون فايدتكم بهاي المعلومات. يعني انا اريد اوصل لكم اياها على قد ما اقدر والله، بس يعني احس انه اكو معلومات ناقصه، لانه مو شرح مباشر او مو شرح مثلا صوت وصوره على مود يعني اوصل لكم المعلومه اللي اريدها. واني من النوع اللي من اخيط احب اركز، ما اقدر احكي، يعني اخاف اضرب ايدي، لان اكثر من مره ضربت اصبعي بالاوبرا اسم الله عليكم. فحيل اخاف من الماكينه، بهاي الماكينه وبالماكينه الصغيره اني على الايد بس اسولف او يعني اكو هوسه حواليا ما اقدر اركز. فلذلك اسوي الفيديو يعني فصال عفوا الخياط والتصوير واحد والصوت واحد. هنا أنا خلصت من الردان. طبعا راح أبدي بالماكينة، أبدل الماكوك، أرجع الخيط العادي، وأحول الماكينة من رقم 5 إلى 3 و 3.5 على مود يعني أخيط الجوانب. نبدي هنا بالجانب أخيط الجوانب. يلا آخر شي تفصلين الشاكة هنا أنا يعني ردتها، يعني شاكة تصير يعني فتحة كلش كبيرة، بس انت بعد تتحكمين بيها. انا حراويك القصة مالتها وانت تحكمي بيها، يعني ترديها مثلا هنا أنا نزلت عن الأبط مسافة 3 أشبار،
انت تريديها هي الاحلى انه تكون هالقد مسافتها. اذا انت ردتي تصغريها، صغري من القصه الدائريه اللي راح تشوفيها هسه. انا راح افصلها هسه، من افصلها حتشوفون شنو اللي انا اقصده. هنا اذا اصفط القماش يعني لازم تخلين مسافه القماش متساويه، ما يصير اذا عندك قماش داخل وقماش طالع تخيطيهم سويه، راح يصير عندك دشداشه مفتره. هاي المعلومه تعرف نفسها، هاي المن اني دا احكيها، عرفتي نفسك؟ هاي المعلومه الك. فلازم تكون القماش عندك متساوي، مثل ما فصلتيه متساوي تخيطيه متساوي. فلازم تكون يعني الفصال اللي مشيتي عليه تخيطين عليه، مثل ما لازم القماش متساوي. طبعا احنا بعدنا لحد الان نقرأ، لان عندي ابني الكبير مفخمها وملطمها بالمدرسة. كان بالابتدائية شلونه مثل الورد، هو دخل المتوسطة وهو انكسر واسه نهائيا من الدراسة، والسبب الايباد. شوفوا انا دا اقول لكم 3 اشبار عن الابط، تنزلين وتقصين الشاكة. المتوسطة من دخل لها ابو جاب له ايباد بمناسبة نجاحه، فاني كنت معارضة لان ابني واعرفه، انا ربيته واعرف شنو اللي راح يتصرفه مني. شوف الايباد، فبسبب الايباد جاي يدرس، لان بكت الله يعني يكون له دور ثاني بالامتحانات ان شاء الله، فبعدني جاي اقربي. تنزلين لحد 3 اشبار وتوقفين من الخياط بعد ما تخيطين. تريدين تستمرين براحتك، بس انه هو ولطه راح ينقص. هنا انا دا اراويكم بعد ما فرشتها بالقاع، هنا أنا ظل عندي 3 اشبار من فوق، فراح انزل بيهم بهاي الشكل للاسفل على مود تكون عندي الشاكة مقوسة. انت تريدين تنزلين بهذا الشكل، تريدين تميليها للاسفل بحيث انه تتغطى الرجلين. انا حانزل بشكل عمودي. اكو بنات فصلت لهم اياه ما حبوها بشكل عمودي، قالوا يعني خليها شويه تغطى الرجلين، فنزلت بشكل مايل كانه قوس. هو اكو هسه شويه قوس بس قليل، بس اذا تردين تتغطى الرجلين بعد ازود انزلي بيها بعد ازود. ف يعني المسافه اللي هسه بين القماشين اللي دا احكي عنها اني ان شاء الله يا رب تكون وصلت المعلومه. وبعدها بعد ما عندنا شي يعني شغلات بسيطه، تخيطين الكشكش اللي سويتيه على الشاكه وبس. هاي هنا اكو تكنيك بسيط، انه لازم تلزمين طرف يعني وسط الشريط، يعني تساويه وتلزمين الوسط مالته، تخليه على وسط الشاكه اللي هو جانب الايمن او الجانب الايسر. الشاكه اللي تصير من عنده، بس هو لازم الشاكه تكون من الجانب الايمن. تخلين الكشكش عليها، الوسط مالت الكشكش تخليه على الوسط مالت الشاكة اللي هو جانب الخياط، وتبدين تخيطين من هاي الجهة وبعدين تخيطين من هاي الجهة حتى يكون عندك زيادات متساوية. يعني ما يصير عندك من يعني هسه اني من راح اخلص راح يصير عندي الزيادات بنهاية الفستان او الدشداشة يعني بالجانب اللي بيه خياط، فراح اخيطه يعني حيصير فد شي مرتب. انا هقول لك هاي المعلومات على مود تستفادين منها بالترتيب خياطك. يعني هي شغله بسيطه بس يعني تاثر والله بنات، تاثر بشكل الخياط. هو الخياط شنو هو شكل، اذا شكل مو حلو كل شيء ما حلو. طبعا ما خليت بيها اشياء يعني بارزه بالصدر او شيء، يعني لان هي البنيه تحب شيء بسيط. وبس يعني ما حبت بيها اشياء هوايه، هذا هالشي نزاكه يعني. وهي اصلا الفصائل اللي بيها يعني هو يعني كلش كافي بعد. والالوان اللي بيها يعني بيها هواي الوان، اذا تخلي لها يعني اشياء دانتيلات وهيك اشياء ما راح تلوق لها، واذا تخلي لها كريستالات ما راح تبين بيها. فالافضل انه تسوين اذا اجاكي قماش مشجر تسوين فصالات بي منه وبي القماش. اما اذا ردتي تخلي له قراش فتجيبي له شريط فقط، ومن هذني الالوان اللي هو بي مثلا لون العين تاخذين بنفسجي الازرق وتمشين على طرف القماش
يعني الكفة من الأسفل، الكفة مالت الصدر، الكفة مالت الردان، تخلين بيها شريط من هذا اللون وبس. يعني ها هي، يعني إذا هي تحب الأشياء النزاكة. وبعد عندك فصالات هواية، أنا دا أنزل فصالات على الفيس، ويعني تابعوها هناك إذا تريدون تاخذون فكرة يعني عن الفصالات والموديلات الغريبة والحلوة. حخليكم الرابط مال الفيس على بالبايو. اللي وصل وياي لهنا لا تنسين اللايك والاشتراك بالقناة على مود يوصلش كل شي جديد. شوفوا هذا اللي عند أهلي، هو يمكن بابغاء، شلون شايل السناك، ما أعرف شنو متوجه شو، بس ما أعرف شنو، وياكل بيه. سبحان الله سبحان الله، والله ظليت متفاجئة، يعني سبحان الله هذا شلون يعرف هيك ياكل، هذا بس يحكي لأنه يصيح من يسمع هوسة أو شي يصيح ينزعج، ما يقبل أحد يطلع صوت. وهنا أنا حبيت أشارك غدانا اليوم وياكم، سهمكم العافية، وأشوفكم على ألف 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 خير.